السلام عليكم حبابي، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله اموركم كامله تكون بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه البسبوسه ديال الشوكولات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير فعندنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، دائما كنقسم السكر فدرت كاس لاروب، وهنا عندي كاس العنبه ديال السميد رقيق وكاس العنبه ديال دقيق الفورس. هنا عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وعندي هنايا 2 خمارات. بالنسبه لهنا عندي 2 البيضات، انا ديجا كنت غادي نبدا وقلت غادي نشاركها معكم، فغادي نضيف لهم قبضه الملح. بسم الله. نضيفوا الزيت، وغادي نضيفوا السنيده. صافي هنايا غادي نضيف السميد والفورس. ممكن تحيدوا الخليط من المولينكس وتميكسيو غير بيديكم، ولكن انا غادي ندير كلشي داكشي فيت فيه. صافي هنايا غادي نحركوا هذا الخليط خفيفه، تحريكه خفيفه، وغادي نديروه في هذا المول ديال الزيت اللي انا دهنته بالزبده. دهنوا غير بالزبده بلا ما ترشوه بالدقيق. غادي نكب الخليط. بسم الله. صافي هنايا غادي ندخل البسبوسه للفران بعد ما شعلته يسخن. ما غاديش نقول لكم 180 ولا 150، كل واحد وعلى حسب فرانو واش غاز ولا ضو، فغادي ندخل هذا بالطيب وان شاء الله نتلاقاو من بعد. المهم هنايا بعد ما خرجنا الكيك من الفران او البسبوسه غادي نتقبوها هكا مزيان. هنا راه بارده، خليتها حتى بردات. هاد البلاصه ضربتها لي اختي بالطاوه، شفتوا؟ المهم بالنسبه لهنايا فغادي نديروا لاصوص اللي غادي نسقيو بها البسبوسه. هنا عندي 2 الكيسان ديال الحليب، ما عمرينش بزاف ديال العنبه، اولا ديروا 2 كيسان لاروب. غادي نضيفوا ليهم يوغورت ديال الشوكولا. في هنايا غادي نخلطوا مزيان هذا اليوغورت مع الحليب، وغادي ندير هذا الخليط على البوطه. المهم هنا غادي نديروه ماشي حتى يغلى الحليب، غادي غير يسخن لينا واحد شويه، وغادي نضيفوا ليه الشكلاط. غادي نضيفوا ليه واحد 150 غرام ديال الشوكولا اولا 200. الشوكولا من الاحسن تكون نوعيه جيده وتكون فيه نسبه الكاكاو. هنايا بعد ما سخن غادي نديروا الشوكولا نوار، وغادي نحركوه حتى تذوب. البوطه حتى يغلى هكا. فهنا صافي غادي نسقيو البسبوسه بعد ما تقبناها، نوصلوا ليها لاصو الشوكولا لجميع الجوانب ديالها. بالنسبه لهنا فصافي غادي نقطع انا البسبوسه ونخليها تشرب. بعد ما سقيتها قطعتها ديريكت، ما تسنيتش تتشرب. ممكن تسناوها تتشرب، انا شويه زربانه وغنقطعها ونخليها تشرب على خاطرها. كيف كتشوفوا مره نقيو الموس، مسحوه الى بان لكم زعما عمر، مسحوه. غادي نقطعها على شكل معينات، تقدروا تقطعوها كيف ما بغيتوا. فبان لي هنا الموس عمر بزاف، ما غيمكنش ليا ندجالو. صافي مسحته وغادي نكمل. غادي نقطعها بالعكس، فراه كتجي خفيفه بزاف. الناس اللي
اللي ما كيعجبهمش البسبوسه اللي تكون ناشفه اولا الكيك، فراه هذه غتجيهم رائعه، يجربوها. وغنعطيكم واحد لاستيوس اللي كيبغيو يديروا لوليداتهم خيزو ولا شي حاجه، تقدروا تنقصوا من الفرص وتعوضوه بخيزو محكوك، فراه غتجي نفس النتيجه. وهنايا غادي نزينوها. انا زينتها هنا باللوز اللي حمرته والكركاع. عادي انا ما تناكلش الكركاع، ولهذا درت حتى اللوز. فتقدروا تزينوها باش ما بغيتو، ماشي بالضروره تبعوا، تقدروا تحكوا غير هذاك الشوكولاط ابيض وديروا بحال هكا، ديروا كروه فيها شوكولاط ابيض وكروه فيها شوكولاط كحل، فراه غتجي هائله في الديكوراسيون. وصدقوني راه كتجي رائعه بالنسبه للدراري الصغار، راه تيتسطاو عليها. بنات اختي انا راه وحده من ورا وحده من ورا وحده ما كيحبسوش. انا حمرت هنا اللوز باش يجي كروكون، اما حتى الكركاع درتو هكاك. حاولت ما امكن باش ما تجينيش لوزات مع حتى كركاع، ولكن ما صدقات لياش. شفتو كنبغي نحطو، كنشوف واش غتجيني، ولكن ما جاونيش مخالفين. فجربوا هاد البسبوسه، والله ما غادي تقدر تبقى هي المعتمده عندكم، ما غاديش تستغناو عليها. فهذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا، كيف كيجي رائع، وكتجي كتبان هماويه في شكلها. بالديكوراسيون تقدروا ديكورو كيف ما قلت لكم باش ما بغيتو. وحتى اللي ما لقى شوكولا نواق تقدروا ديروا الشوكولا ديال التاج، هذيك ديال 4 ريال، ما عرفتش شحال ولات كتباع، حتى هذيك راه تقضي الغرض، ماشي مشكل. دائما ما نعقدوش الامور. فهنايا كيف كتشوفوا راه غادي نخليها تشرب. ما بغيتش نهز دابا مورسو لانها باقا ما تشرباتش مزيان. وحاجه اخرى، اللي ما عندوش هاد المول يقدر يستعمل المقله الوجديه ولا المقله الحداديه ديال المسمن، فراه غتكون نفس النتيجه. فتحياتي لجميع المتتبعين ديال القناه والمتتبعين ديالي، وتحيه كبيره للناس اللي كيثيقوا فيا وكيثيقوا في وصفاتي. فالله يجازيكم بالخير، والناس اللي كانوا معايا من بدايه القناه فراكم فوق راسي. المهم هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نبغي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه بكل ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في امان الله.